كم الرسائل اللي بتجيلي إن نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة. فضيحة محمد رمضان ببدلة الرقص اللي راح بيها أمريكا في مهرجان غريب وعجيب، شكله كده لا مؤاخذة واضح. تروح ليه يا رمضان؟ ناقصك ايه؟ انت عايز تبقى عالمي؟ خلاص، احنا بعد كده هنقول لك محمد رمضان العالمي. بس يا عم ما تروحش الأماكن الوحشة دي. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. وتزعل منك الناس وتلبس ما يصحش. عموما اللي انت عايزه حصل وبقيت ترند بعد مدفع رمضان. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ الناس كلها بقت بتتكلم عنك، بس الحقيقة مفيش حد بيتكلم عنك بخير. ما شاء الله عليك. واترفع عليك حوالي 50 قضية. أنا متأكد إنك هتخرج من القضايا دي. بس كمان الجمهور المصري يعدي أي حاجة إلا موضوع ده. ده حتى المستشار مرتضى منصور، الراجل اللي ما يطلعش من بقه العيبة، خرج عن شعوره وقال عليك. هو ده محمد رمضان اللي قال للرئيس سيسي فين السلاح؟ السلاح هيصدي. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟ صوتك يوصل لحكومتك. المهم يا محمد يا رمضان، انت عملت ترند زي كل مرة، بس المرة دي الترند ما كانش نظيف وصدمة. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ما نقول كلام عاقل، ما نقول كلام عاقل. صدمة كبيرة لجمهورك في مصر.